أهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الطبي. بصفة طبيبا يسعدني جدا أن أرافقكم في هذا الشرح المفصل نحو فهم أعمق لصحة مفاصلنا. اليوم سنركز بشكل مباشر على كيفية السيطرة على آلام المفاصل وإدارتها من خلال التغذية السريرية. دعونا نتعمق في هذا الموضوع ونكتشف كيف يمكن لطعامنا أن يكون هو العلاج الحقيقي. خطة الاستشارة اليوم واضحة جدا. سنبدأ بالتشخيص، ثم ننتقل لفهم البيورينات وحمض اليوريك. بعد ذلك سنحدد الأطعمة التي يجب تجنبها بصرامة، لنصل بعدها إلى قائمة طعام صحية ومغذية. وأخيراً سنلقي نظرة على الأعشاب والعلاجات الطبيعية المتاحة. القسم الأول: التشخيص وفهم الألم. من المهم سريرياً أن نعترف بقسوة هذا الانزعاج لفهم كيفية علاجه. السؤال الذي يطرح دائما في العيادة هو: ما الذي يطلق شرارة هذا الألم الحاد والمفاجئ؟ ذلك الألم الذي غالبا ما يستهدف فجأة مفصل القدم الكبير في إصبع القدم ويجعل حتى لمس الغطاء أمرا لا يطاق. حسناً، الأمر ببساطة هو النقرس، ويجب أن نوضح هنا أنه ليس مرضاً ناتجاً عن فيروس أو بكتيريا، بل هو تفاعل التهابي بحت. تخيلوا أن جزيئات حمض اليوريك الثقيلة تتراكم في مجرى الدم، ولأنها ثقيلة فإنها تنزل وتترسب وتتبلور على شكل أشواك أو إبر حادة جدا في الأطراف السفلية. هذا هو بالضبط ما يسبب ذلك الألم الفظيع الذي يصفه الكثيرون بأنه يشبه المشي على الزجاج المكسور. القسم الثاني: البيورينات وحمض اليوريك. كيف يسير هذا المسار البيولوجي داخل أجسامنا؟ دعونا نبسط هذا التفاعل الكيميائي. الأمر يبدأ بخطوة بسيطة نقوم بها يومياً: تناول أطعمة تحتوي على مركب يسمى البيورين. الجسم بدوره يقوم بتكسير هذه البيورينات محولاً إياها إلى حمض اليوريك. عندما تزيد كمية هذا الحمض عن قدرة الجسم على التخلص منه، يتراكم في الدم لتكون النتيجة النهائية هي تشكل تلك البلورات المؤلمة. الخلاصة هنا واضحة جداً: ما نضعه في أطباقنا يحدد مباشرة التفاعلات الكيميائية في دمنا. وهنا تكمن مفاجأة طبية سارة جدا. لسنوات طويلة كنا نعتقد أن كل البيورينات ضارة، لكن الأبحاث الحديثة أثبتت أن البيورينات النباتية كالموجودة في العدس والسبانخ آمنة تماما ولا ترفع خطر الإصابة بالنقرس. المشكلة الحقيقية والمذنب الأساسي تكمن حصرا في البيورينات ذات المصدر الحيواني. القسم الثالث: أطعمة يجب تجنبها تماما. دعونا نتعرف على القائمة الحمراء. بصفة طبيبكم أؤكد أن هذه الأطعمة يجب أن تخرج من النظام الغذائي بشكل قاطع إذا أردنا تجنب النوبات. اللحوم الحمراء، لحوم الصيد والكبد تعتبر قنابل موقوتة مليئة بالبيورينات الحيوانية. ولا ننسى المشروبات الكحولية وشراب الذرة عالي الفركتوز الموجود في الكثير من الحلويات والعصائر الجاهزة، فهذه المواد تعيق حرفياً قدرة الكلى على طرد حمض اليوريك من الجسم. قد يبدو التخلي عن هذه الأطعمة أمراً صعباً في البداية، لكن دعونا ننظر للجانب المشرق. إزالة هذه المحفزات الضارة يترك مساحة كبيرة لخيارات رائعة ومغذية. يمكننا الاستمتاع بالكربوهيدرات المعقدة والبروتينات الخالية من الدهون، وبالطبع الأطعمة الغنية بفيتامين سي الذي يلعب دوراً مذهلاً في مساعدة الجسم على خفض مستويات حمض اليوريك. القسم الرابع: قائمة طعام النقرس الصحية. حان وقت لترجمة هذا الكلام إلى وجبات فعلية لذيذة. تلاحظون هنا في خيارات الإفطار والغداء كيف نعتمد على البروتينات الخالية من الدهون مثل صدور الدجاج كبديل مثالي للحوم الحمراء، ونضيف إليها الحبوب الكاملة والكثير من الخضروات المتنوعة مع زيت الزيتون. هذا المزيج الرائع لا يمنع النوبات فحسب، بل يدعم صحة المفاصل ويساعد في الحفاظ على وزن المثالي، وهو أمر بالغ الأهمية لتقليل الضغط على المفاصل. أما بالنسبة للمساء فالتفاصيل تصنع الفارق. الوجبة الخفيفة تعتمد على الكرز والماء، وسنكتشف سر الكرز بعد قليل. وللعشاء اخترنا سمك السلمون الغني بأحماض أوميغا 3 المضادة للالتهابات مع الفاصوليا الخضراء. هكذا نحصل على وجبة متوازنة مشبعة ومهدئة للالتهابات في نفس الوقت. القسم الخامس: الأعشاب والعلاجات الطبيعية. لنتجه الآن إلى ما تقدمه لنا صيدلية الطبيعة.
هذه القائمة من الحلفاء الطبيعيين مدهشة حقاً. الزنجبيل مثلاً يحفز التعرق للتخلص من السموم، الكركم يعمل كمضاد التهاب طبيعي قوي، أما الكرز الأحمر فهو معجزة صغيرة أثبتت الدراسات قدرتها على تقليل تكرار النوبات بشكل ملحوظ. ولا ننسى التين وزيت الزيتون، كل هذه المكونات تساعد الكلى بفعالية على طرد حمض اليوريك وتنظيف الجسم. ومن الحقائق العلمية التي أحب دائما مشاركتها هي القوة الكامنة في بذور الكرفس. هل تعلمون أن مركب اللوتيولين الموجود فيها يحاكي عمل بعض الأدوية الطبية؟ فهو يقوم حرفيا بتثبيط الإنزيم الذي يصنع حمض اليوريك في الجسم. لذا فإن إضافة الكرفس إلى نظامكم الغذائي يعتبر خطوة ذكية جدا للوقاية. كجزء من الرعاية المتكاملة نلجأ أحياناً إلى الحجامة الرطبة، هي علاج تقليدي عريق أثبت فعالية ملحوظة كعلاج تكميلي. الفكرة منها هي تقليل تصلب المفاصل واستخراج تراكمات اليوراتيك أسيد والسموم الموضعية، مما يوفر راحة موضعية سريعة وعميقة للمفصل المصاب. لمن يتساءل عن كيفية إجراء الحجامة سريرياً، العملية بسيطة ومنظمة. يتم تعقيم المنطقة تماماً، ثم نستخدم أكواب الشفط لتجميع الدم المتراكم، تليها شقوقاً سطحية دقيقة جداً للإفراج عن هذا الدم المحتقن والذي يحتوي على نسبة عالية من السموم. هذا الإجراء ينشط الدورة الدموية الصحية حول المفصل بشكل رائع. خلاصة القول، النقرس ليس حكماً بالألم الدائم. بمجرد أن نفهم العلاقة المباشرة بين ما نأكله وتكون حمض اليوريك، وباعتماد نظام غذائي غني بالبروتينات الخالية من الدهون والخضروات المتنوعة، نصبح قادرين على استعادة السيطرة بالكامل على صحة مفاصلنا. أترككم مع هذا التساؤل: إذا كان ما نأكله قادراً على إشعال كل هذا الألم، ألا يجدر بنا أن نجعله دواءنا الأول للشفاء؟ شكراً لوقتكم، وأتمنى للجميع دوام الصحة والعافية.